أهلا بكم في مطبخ قناتكم قناة طبخه وغدوة. فيديو النهاردة عن تخليل اللفت وزي نشتريه. تكون رأسه مدورة ومتوسطة ويكون لونه زي اللي قدامك كده، اللون البنفسجي الجميل ده. نسمى الله ونصلى على المصطفى. جبت اللفت وقشرته وغسلته. اللفت بيكون في أرض طين فلازم يتغسل وبيكون الأول. نظيف وبداء. ومش بقشره لأن لون القشر ده بيديه لون جميل. اللفت الكبير بتكون رأسه مفرغه من جوه. أفضل حجم للفت الوسط بيكون طرى. اللفت بعد ما غسلته وسيبته ينشف من المية. هنخرطه بقطاعة المخلل أو قطاعة البطاطس. قطعيه التقطيعه اللي تعجبك. أنا بقطعه بالطول زي بتاع المطاعم، بالشكل اللي قدامك ده. قطعت كل الكمية. وغسلته تانا. سيبته يتصفى بالشكل ده. حطيته في علبة بلاستيك. 5 معالق ملح بحر. ومعلقه ملح ليمون، وملح الليمون هنا مادة حافظة. 3 معالق خل، وده بيخليه مقرمش لآخر واحدة. جزر مبشور، لو عندك ما فيش جزر خلاص. وده بقى اللي هيدينا لون مخلل المطاعم اللي كلنا بنحبه وبندفع فيه قد كده. بنجر مبشور وليه مبشور علشان يوصل لكل حبة لفت. البنجر السليم أو المقطع بيكون لونه من جوه زماهو ومش بيطلع لونه كله فلمي. قلبت اللفت مع الجزر والبنجر والملح والخل. مية من الفلتر أو مية مغلي وسبتها تبرد. بغطى اللفت بالمية واغطيه واسيبه من 5 ل6 ساعات منقوع في المية. وده عروق الكرنب المسلوقة. كنت سلقت كرنبة وقطعتها وطلعت العروق بنفس طريقة اللفت. حطيت عليها الملح والخل وملح الليمون والبنجر المبشور وسبتهم على اللفت. بعد كده حطيت اللفت في برطمانات والكرنبة في برطمان، والبرطمانات ده مغسول ومتعقمه بالبخار أو الخل إذا متحبن. مي من الفلتر، وأنا مش بحدد الملح بالمعلقة، أنا بعمله بالنظر كده لو عايزه المقادير. فلكل لتر مي 3 معالق كبير ملح. الملح هنا يفضل يكون ملح البحر، وده عند أي عطار عندك، ولو مش موجود نعمل بالملح العادة. البرطمانات جهزت ونزلت عليها بالملح والمفلتري. خلصت كل الكمية. حطيت المية في البرطمانات ال3. البنجر مخلل مية واللفتزة بتاع المطاعم. بعد ما سيبتهم شوية يهدوا ويطلعوا كل فقاعات الهواء اللي فيهم، غطيتهم بإحكام. سيبتهم على الرخامة. حيفضلوا كده 3 أيام. ومتبخلوش عالية بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، وتسيبوا تعليق منكم يدعمنا، واشوفكم على خير.